السلام عليكم، اهلا بكم في قناة خيط وغرزة. فلو انتي اول مرة تتابعيني ياريت تعملي لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد ومفيد. النهاردة عندنا غرزة البداية او عقدة البداية. احنا بنسميها عقدة البداية لان هي حاجة اساسية جدا في الشغل. طبعا ما ينفعش نبدأ شغلنا من غير ما نعمل له أساس، وأساس شغلنا في الكروشيه هو عقدة البداية. أهمية عقدة البداية في إننا بتعمل لنا أساس على الخيط بنمشي عليه لآخر الشغل. وطبعا لو الأساس ده ما اتعملش بطريقة صحيحة وسليمة، طبعا الشغل بيبقى عرضة ان هو يتفك او يكر مننا اثناء الشغل، او بعد لا قدر الله ما نخلص الحاجة اللي احنا بنشتغلها نبص نلاقي الشغل بدأ يفك من البداية. فعلشان كده غرزة البداية او عقدة البداية دي حاجة مهمة جدا، واسمها بالانجليش سليب نوت. احنا هنبتدي النهاردة ناخد 3 طرق لعقدة البداية. طبعا التلات طرق سهلة، والتلات طرق كلهم صح، وطبعا تقدري تختاري الطريقة المناسبة ليكي والأسهل ليكي في الشغل. أول طريقة معايا، هنمسك طرف الخيط كده اهو، هيبقى الطرف القصير ناحية ايدي اليمين كده اهو، وهبدأ اجيب صباعين كده من ايدي الشمال، وهبدأ ألف عليهم الخيط كده اهو. الصباعين دول بسند بيهم الخيط كده، بقفل على الخيط كده، وبسحب الخيط بإيدي اليمين، وبحاول ان انا ألفه كده على ايدي الشمال، صباعين من ايدي الشمال، وباجي كده اهو باخد لفة ولفة عكسية، بحيث يبقى عندي على ايدي شكل الاكس او الفي. بالطريقة دي علامة الفي او علامة اكس. هبدأ اقلب صوابعي كده اهو ايدي الشمال، وهبدأ ادخل جوه الاول خيط كده اهو بالابرة. هدخل كده من تحت على تحت اول خيط، وهسحب الخيط التاني كده اهو، وهطلع بيه على الإبرة بالطريقة دي. وطبعا ايدي الشمال هبدأ امسك بيها واشد بيها الخيط كده اهو، بحيث تتكون عندي غرزة او عقدة بداية كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده اهو. احاول ان انا ما شدهاش قوي، وفي نفس الوقت ما سيبهاش مرخية قوي، بحيث ان هي تبقى سهلة وسلسة معايا في الإبرة. يعني أتحكم في الإبرة براحتي، أدخل الإبرة وأطلعها براحتي، ما تبقاش ماسكة قوي على الإبرة. دي أول طريقة لعقدة البداية. هنفكها كده اهو، وهنبدأ نعيد تاني علشان نركز. طبعا الطريقة دي تقدروا تستعملوها او تستعملوا اي طريقة من الطرق اللي لسه هنشرحها بإذن الله. هنبدأ نجيب طرف الخيط القصير كده اهو، كده اهو، ونجيب الخيط ونعديه كده اهو بطريقة حرف الاكس، خيط كده اهو من تحت صوابعنا بباقي صوابعنا، ونقلب ايدينا بالطريقة دي، وندخل بالإبرة من تحت الخيط كده اهو، ونبدأ نسحب الغرزة كده اهو. كده عملت معايا عقدة بداية زي ما اتفقنا. احنا مش هنضيقها قوي ولا هنوسعها قوي، هي هتبقى مظبوطة كده اهو على الإبرة، بحيث اننا لما نبدأ شغل تبقى الإبرة سلسة في التعامل مع الخيط. دي كانت أول طريقة لعقدة البداية. هناخد الطريقة التانية. هنبدأ نجيب الخيط القصير كده اهو، نعدي طرفه من الخيط الطويل كده اهو،
نعمل دايرة بسيطة كده زي ما انتوا شايفين. هتعمل معايا دايرة كده اهو. هجيب طرف الخيط القصير وعديه من فوق الخيط الطويل كده اهو. هتعمل عندي دايرة. الدايرة دي انا هجيب طرف الخيط القصير وهعديه من تحت الدايرة كده اهو زي ما انتوا شايفين. هيعدي كده من تحت الدايرة. هاجي امسك الخيط من جوه الدايرة، واخدين بالكم، وهمسك اطراف الخيوط الطويل والقصير، همسكهم بايدي الشمال وابتدي اشد. دي عملت كده معايا برضو عقدة البداية زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. دي تاني طريقة لعقدة البداية. هنفك ونعملها تاني علشان اللي ما اخدش باله او اللي مركزش. هنجيب الخيط بالطريقة دي. الخيط عندي مفروض كده. هبدأ اجيب الطرف القصير فوق الطرف الكبير كده اهو زي ما انتوا شايفين. الطرف القصير فوق الطرف الكبير، وهبدأ اعدي الطرف القصير من تحت الطرف الكبير كده اهو بالطريقة دي. يعني عندي الخيط القصير معدي من تحت الدايرة، من تحت الدايرة اللي انا عملتها. همسك الخيط من جوه الدايرة كده اهو. همسك الفتلة اللي جوه الدايرة وابتدي اشد اطراف الخيط الطويل والقصير، اشدهم بايدي الشمال وامسك الدايرة بايدي اليمين كده اهو زي ما انتوا شايفين. كده عملت معايا عقدة بداية اقدر اتحكم في حجمها بالطريقة دي اهو، بحيث الابرة تبقى مرتاحة جوه الخيط اهي. دي عقدة بداية. دي الطريقة نمرة 2. هناخد طريقة تالتة، وطبعا اي طريقة تناسبكم تقدروا تستعملوها. كل واحد حسب الطريقة اللي تناسبه والطريقة المريحة ليه والطريقة اللي يقدر يستعملها ببساطة وسريعة معاه في الشغل يقدر يستعملها. مفيش اي مشكلة. الثلاث طرق صحيحة. المهم ان احنا نعمل عقدة بداية بطريقة صحيحة علشان الشغل ما يبقاش معمول عندنا على. هنبتدي ناخد الطريقة الثالثة. هنمسك طرف الخيط في ايدينا كده وهنيجي نعدي الخيط كده اهو من على صوابعنا ونضم بايدينا كده على الخيط ونفرد صباع واحد كده اهو، ونبتدي بالصباع ده والصباع ده نمسك الخيط كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بالصباعين دول هنمسك الخيط وهنيجي من تحت الخيط اللي معدي على الصوابع. هنبتدي ندخل الإبرة بالطريقة دي وهنلف الإبرة كده اهو. كده الإبرة بقي عليها دايرة أو الخيط لف على الإبرة بالطريقة دي. هنبتدي نمسكه من تحت كده اهو علشان نتحكم في الخيط ما يسلتش من على صوابعنا، وهناخد لفة كده اهو. هندخل من تحت الخيط ونبتدي نسحب الخيط كده اهو جوه الدايرة اللي عملناها على الإبرة. كده برضو عملت معايا عقدة بداية زي ما انتوا شايفين. طريقة سهلة وبسيطة جدا. هنبتدي نعملها مرة كمان. هنمسك الخيط كده اهو. الخيط هيبقى على القصير على ايدي اليمين، والخيط باقي الخيط على ايدي الشمال. هبدأ ألف الخيط كده اهو على صبعي السبابة، وهبدأ أمسك كده اهو بصباعين اتنين كده اهو. أسند الخيط بباقي الصوابع. هاجي أدخل بالإبرة من تحت الخيط، من تحت الخيط اللي جاي مستقيم ده بالطول. هنيجي داخلين بالإبرة كده اهو وناخد لفة، نجيب اللفة علينا كده وننزل بيها على تحت
بالطريقة دي، واحاول امسك الخيط كده اهو من تحت عشان ما يسلتش مني، وابدأ اخد لفة بقى كده اهو على الابرة بالخيط، واخرج بيها من جوه الدايرة. كده عملت معايا عقدة البداية. ودول كانوا الثلاث طرق لعقدة البداية. تقدروا تختاروا الطريقة اللي تناسبكم وتناسب كل واحدة فيكم من حبايبي المبتدئين اللي لسه بيتأسسوا في شغل الكروشيه، وحابين الموهبة، وحابين الهواية دي. يا رب أكون أفدتكم. طبعا مسكة الإبرة بتبقى على حسب راحتك طبعا الشخصية، فانتي بتمسكي الإبرة بالطريقة دي، بطريقة الشوكة والسكينة، أو بالطريقة دي. أيا كان الطريقة اللي انتي بتمسكي بيها الإبرة دي طبعا حاجة ترجع لك. طريقتين صح وحسب ايدك ما ترتاح لمسكة الإبرة. وطبعا الخيط دايما بيبقى كده على ايدنا الشمال، والتحكم بيبقى بإيدنا الشمال. يا رب تكونوا استفدتوا معايا. يا رب شرفوني بلايك واشتراك للقناة، وإن شاء الله يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم.